السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا واخداكم جولة سريعة كده. كنا في الكورس بتاعنا وخرجنا، قلنا نمشي الولاد على البحر شوية زي ما انتم شايفين. كان معايا اختي مامة عمر ومعايا الولاد. طبعا كان بقالهم كتير جدا بصراحة، احنا المصيف جه ولا رحنا مصيف ولا بحر ولا اي حاجة، فقلنا نمشيهم حتى على البحر بعد الكورس كده يغيروا جو شوية، وكانوا فرحانين قوي زي ما انتم شايفين. تمام. آه بس الحقيقة بصراحة الوضع عندنا في المصيف صعب جدا. هشوفوا بنفسكم الشواطئ زحمة بشكل رهيب، لدرجة ان احنا لقينا لنا مكان على البحر بالعافية. اغلب الشواطئ مقفولة علشان التعديلات اللي بتتعمل على البحر وكده. شواطئ كتير جدا اتقفلت واتلغت، وزي ما انتم شايفين بصوا الزحمة رهيبة. احنا كده كنا بعد المغرب، كانت حوالي الساعة 8 بالليل. تمام. بصوا الوضع كان عامل ازاي. ودول الولاد مبسوطين، جبنا لهم كده شوية حاجات كده يتسلوا فيها. بجد يعني رغم ان احنا اخدنا يعني حوالي ساعة بس، ومامة عمر اهي اخدنا ساعة. بصوا ده كوبري 45، مش كوبري ستانلي بس معمول على نفس الطراز يعني. ده كوبري 45 اللي اتعمل جديد. تمام. بصوا نفس الشكل بتاع سنة ستانلي. تمام. بس الزحمة زي ما انتم شايفين زحمة رهيبة. يعني انتوا ما تعرفوش الناس دي هتقعد لحد امتى، يعني تقريبا الناس دي كلها بايتة وقاعدة. كان في لسه ناس بتيجي وبتدخل. الوضع كان بصوا يعني. لا ويقول لك ايه تسونامي وما اعرفش تسونامي ايه، الناس كلها على البحر بصوا يعني، ومن كل مكان يعني. يعني مغتربين وناس مصيفة من برا اسكندرية كتير جدا، يعني ما شاء الله. فالوضع فعلا صعب بصراحة. بصوا انا جبت لكم الشاطئ التاني، بصوا شايفين المنظر، بس الاضاءة حاجبة شوية الرؤية. بس فعلا الموضوع زحمة قوي قوي قوي، لدرجة احنا نفسنا ما بنقدرش ان احنا بصراحة نروح المصيف في الوقت ده. يعني الوضع بيبقى صعب، والمية بتبقى وحشة جدا مش نظيفة، وده معروف في اسكندرية عندنا وقت المصيف بيبقى صعب جدا ان احنا نروح الشواطئ. فاكتفينا بان احنا نودي الولاد كده يغيروا جو كده، بس مجرد يقعدوا يعني مش اكتر. طبعا يعني دي جولة خفيفة وسريعة كده، اتمنى تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا كلكم بخير، وحشتونا قوي 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 والله.